أهلا أصدقائي ومتابعيني الأوفياء. قصتنا اليوم من القصص الغريبة الصادمة. تخيل أن الله تعالى يكرمك في كل شيء، وفي الأخير غدرك وعدم رضاك يسلبك إنسانيتك وتقتل نفس ملهاش ذنب. فتابعونا، لا تنسوا دعمنا بالإعجاب وتشجيعنا بالاشتراك في القناة. منها العبد القادر شاعر إعلامي مشهور خصوصا في السعودية، بيعمل في 3 قنوات من أشهر القنوات السعودية بل في الدول العربية: قناة المجد، الرسالة، MBC. رغم النجاح والشهرة اللي حققها بيعتبر نفسه محققش حاجة زيه زي ناس كتير. لغته السعودية واشتغاله والإقامة الكاملة في السعودية، إلا أنه ليس سعودي الجنسية، بيعود أصله إلى سوريا، أهله عايشين في سوريا، بيذهب من الوقت للتاني لزيارتهم. وطبعا عشان مش معاه الجنسية السعودية لابد يكون لديه كفيل. الكفيل بتاعه كان الدكتور طارق الحبيب، صاحب مركز مطمئن الطبي، هو من أشهر مراكز الطب النفسي في السعودية، عنده فروع أخرى في دول عربية. كان بيشتغل مع الدكتور طارق شابة سورية اسمها فاطمة إبراهيم. بس طبيعة الصداقة اللي بتربط منهل بالدكتور كان دايما متواجد بشكل دائم، فحصل ما بين منهل وفاطمة الإعجاب عشان يتطور العلاقة ما بينهم لعلاقة حب وجواز. الاتنين كانوا من نفس السن تقريبا 26 سنة، كانوا عايشين حياة سعيدة وهادية، كان كل واحد ناجح في عمله، كمان أنجبوا بنت. بحكم عملهم في السعودية كان من وقت للتاني بيسافروا لزيارة أهلهم في سوريا. مرت الأيام بينهم وكانت الحياة بشكل هادي وما كانش فيه بينهم أي مشاكل، لحد ما جه يوم قرر منهل ياخد زوجته لعطلة لمدة 10 أيام. اتفقوا مع بعض إنهم يسافروا لبنان يقضوا 3 أيام، بعد كده ياخدها ويروحوا لسوريا عشان يزوروا أهلهم. لكن يجي اليوم اللي يتغير فيه كل شيء، هو اليوم اللي يسافر فيه منهل وفاطمة لبنان، وده كان عام 2015. أول ما نزلوا لمطار بيروت كان بانتظارهم سيارة خاصة، ده نظام بيكون متواجد في الدول العربية، بيكون متواجد سيارة خاصة بالسائق بتاعها طوال الرحلة، وكان السائق أيضا سوري الجنسية. أثناء رحلتهم من الفندق للمطار دخلوا لطريق اسمه أسطرة، استمروا في الطريق حتى وصلوا لمنطقة نائية لا فيها ناس ولا أعمدة مصابيح ولا حتى حيوانات. فجأة تظهر مجموعة أشخاص يوقفوهم وينزلوا من السيارة ويطلبوا إن هم ياخدوا منهم كل اللي معاهم. تنزل منهل وزوجته فاطمة والسائق، لكن السواق قدر إن هو يهرب. أثناء محاولة منهل وزوجته للهروب اتضرب النار عليهم، واللصوص أخدوا كل الأموال اللي معهم وهربوا. لكن كانت الزوجة فاطمة أصيبت برصاصتين، واحدة في الفخذ والتانية في القلب. أما بقى منهل كان بقى أصيب برصاصة في الفخذ. السائق لما هرب في مكان بعيد واستخبى، وكان الشاهد على الحادثة. لما الرصاص مشوا رجع السائق لمنهل وزوجته، اتصل بالشرطة والإسعاف. لما الإسعاف اجت أخدت الزوجين للمستشفى، لكن الزوجة كانت خلاص متوفية. عشان السائق هو الشاهد الوحيد على الجريمة كان لابد ان هو ياخد شهادته والتحقيق معه. السائق اخبر المحقق على كل ما شافه، لكن الشرطة اللبنانية أبدى لها الأمر غريب، لأن اللصوص اللبنانيين ما بيكونوش متواجدين إلا في القرى، المناطق المعزولة عن العاصمة. أما المناطق السريعة أو مناطق الطريق والمطار وجودهم هناك كان أمر غريب بالنسبة للبنانيين، خصوصا إن ده طريق عام ما بيحصلش فيه جرائم سرقة قبل كده. كان الأمر غريب لأن المسلحين ما سرقوش السيارة. بدأت الشرطة تحقق مع منهل في المستشفى. قال منهل للشرطة إن كان في 3 مسلحين هم اللي ضربوا الرصاص عليهم. كان في البداية عندهم شكوك في السائق، كانوا مفكرين إن هو متفق مع المسلحين. الأمر برضو غريب، سألوا منهل ليه ما استأجرت سيارة رحلات بدل من سيارة تاكسي خاصة؟ رد عليهم وقال لهم إنه بيعرف السائق وبيثق فيه، خاصة إنه سوري الجنسية زيه. عادوا مرة تانية عشان يحققوا مع السائق، حكى اللي حصل معاهم من جديد، لكن المرة دي كان في تناقض بين كلامه وبين كلام منهل. قال إن هم أطلقوا الرصاص على منهل في الأول، ومنهل قال أطلقوا الرصاص على زوجتي في الأول. الطب الشرعي أثبت إن الرصاص اللي اتضرب عليهم كان من مكان قريب جدا، وكان برضو من الأمام، وكانت الرصاصة من نفس المسدس.
وده كان عكس كلام السائق ومنهل لما قال إن الرصاصة اتضرب عليهم لما حاولوا يهربوا، يعني الرصاصة كانت هتبقى من الخلف مش من قدام. من هنا المحققون شافوا إن في حاجة غريبة بين كلام السائق ومنهل. حجزوا السائق، ضغطوا عليه، اتهموه بشكل رسمي إنه مخطط للجريمة مع اللصوص. انهار السائق واعترف إنه أساسا مفيش مسلحين وإن الموضوع متفق عليه مع الزوج. سبب مش هتصدقه عقلك، السائق في التحقيقات قال ان منهل اتصل بيه من فترة وكان عاوز ان هو يتخلص من مراته، عاوز ان الامر يبدو ان كانت حالة سرقة وانه بيثق فيه، بالاضافة هياخد مبلغ محترم وكل حاجة مدروسة ومش هيكون عليه اي شكوك. قال له لما تاخدنا في مكان نائي مفيهوش حد وقف السيارة بأي حجة وانزل واضرب الرصاص على زوجتي وبعدين اضرب عليا رصاصة سطحية في رجلي عشان يبان الموضوع ان هي سرقة بالإكراه. بعد كده محدش هيشك فينا، واتصل بالشرطة وقال لهم ان في اشخاص مسلحين حاولوا الهجوم علينا وعايزين يسرقونا وانا هربت، وضربوا النار على الشخصين اللي كانوا معايا، بس تخلص من السلاح قبل ما تتصل بالشرطة. واحنا الاتنين هنقول نفس الرواية عشان ننفي الشكوك علينا وبكده تكون خطة محكمة. لكن منها زود على الخطة شوية. أول ما اتأكد إن مراته ماتت قطع هدومها عشان يبان عليها الاعتداء. الشرطة راحت على طول مسرعة للمستشفى عشان تواجه منهل بكلام السائق. في البداية منهل أنكر وقال إن السائق هو السبب وهو اللي أطلق عليهم النار. الشرطة قالت له طب ما اعترفتش من البداية ليه؟ وواجهوه بنتائج الطب الشرعي. ومن هنا يجي السؤال المهم، ليه منهل حاول يقتل مراته؟ هل كان بينهم اختلاف؟ وهل السبب يستحق انه يقتل زوجته ام بنته ويخاطر بنفسه؟ منهل كان عاشق مرهف ومحب، قصائده عن الحب والشعر والوفاء منتشرة في جميع الدول العربية. السبب هو علاقته بأخت زوجته، كان عاوز يرتبط بأخت زوجته وكان عاوز يتجوزها، بس لو طلق مراته فاطمة أهل فاطمة مش هيوافقوا إن هو يتجوز أختها وهيكون بينهم مشاكل كتير، فقرر إن هو يتخلص منها وظن لو الأهل شافوه مصاب هيتعاطفوا معاه وهيوافقوا إن هو يتجوز أختها. قبل ما منهل كان يسافر كان كتب تغريدة على تويتر قال فيها أنا مش هتفاعل معاكم لفترة، وقال ادعولي إني أحقق أحلامي وربنا يغفر لي. لما الحادثة دي حصلت الناس ربطت الحادث بالتغريدة. في النهاية اللي حدث ده ظالم، ربنا يكرمك بعمل محترم وثروة وناس بتحترمك وشهرة كبيرة وزوجة محبة واقفة بجنبك وأطفال، وفي الأخير عشان تيتم طفلة ملهاش ذنب عشان تاخد شيء مش مكتوب لك. في الأخير نسأل الله أن يلطف بنا ويصلح حال البشر، وإلى اللقاء في قصة جديدة.